نضمنه هذا الكتاب الجميل الخالد الذي صدر عن أحد كتاب عبد المجيد زين عاش كل حياته مفتونا بالشعر، مفطورا على فنه وموسيقاه. ليس هذا فحسب، بل عاش متذوقا جيدا له ومشاركا في الكثير من فعالياته. كانت بداياته مع جيل الموهوبين من ابناء مصطفى الذين جمعهم والف بينهم المرحوم الشاعر عبد الهادي سرحان، تغمده الله تعالى جميعا بواسع رحمته والمغفره. من الواجب علي ان اذكر بعض الراحلين، ومنهم عبد الهادي سرحان، الفنان محمد السبعاوي، الشاعر رضا القرباني، الشاعر أمجد جلال، الشاعر محمد عبد الفتاح سليم، والفنان جمال وهيدي رحمهم الله جميعا. ومن المعاصرين ايضا يجب ان اشكر الزجال الكبير عبد الشكور الدرار، الشاعر عبد الحميد عسكر، والشاعر يوسف عزام، والشاعر كمال راجع، والشاعر خالد هلال. أول إصدارات السلسلة المطبوعة على صالون رفعت المرصفي كان كتاب اسمه مرصفة الشاعرة. مرصفة الشاعرة ضمن قصائد لكل هذه الأسماء اللي أنا ذكرتها دلوقتي لراحلين أو معاصرين. فكان كتاب الحقيقة لمسنا أهميته بعد كده لما لقيناه يشكل ويؤرخ لهذا الجيل من الشعراء اللي هم كانوا مصطفى والنصوص أوفر نفسهم رحل الحقيقة. عبد المجيد زين لقبوه هنا في جمهور شعر الحلوية بأبنودي بحري، كانوا دايما يقولوا عليه أبنودي بحري من ندوات في نادي أدب شكر وفي نادي أدب فنها وفي نادي صالون رفعت المرصفي. لما كان بيحضر يحبوا قوي يربطوا ما بينه وبين الأبنودي، يبقى ربما هناك نقاط للتلقي بينهما بحيث قربهما من قلب المتلقي ومن أحاسيسه، وربما أيضا من حيث الكتابة من اللا شعور. الأبنودي رحمة الله عليه كان يكتب من اللا شعور، المنطقة البعيدة قوي اللي عاشها في قريته في صعيد مصر، كذلك يكتب عبد المجيد زين من نفس المنطقة. أول قصيدة اسمها حكاوي المنظرة، الحقيقة قصيدة يعني بتعبر قوي عن عبد المجيد زين رحمة الله عليه، وهنشوف قد ايه هو كاتبها منين، وصل لحد فين في الولوج في منطقه اللا شعور، وصل لحد فين عبد المجيد زين. كل ليله تدور حكاوي عندنا في المنظره، جدي وعمامي وابويا واحنا رده صغيره، يحكوا ابو زيد الهلال يروي قصه عنتره، وايه حيلتنا احنا الغلابه، ايه حكاوي وايه جرى. جد قاعد جوه صوف البشت غاطس، البشت بقى يعني كلمة يعني فلاحي قوي يعني، لكن لا كانت موجودة فعلا. كان اخواننا الفلاحين بتوع زمان يخشوا بحاجة كده زي البلطجية كده متفصلة على مقاسي اسمها البشت. زي العباية. جدي قاعد جوه صوف البشت غاطس، وامي جوه الدار تحمر في البطاطس، بالسواد في العرش خلى الطي فاطس، وانت ليلك يا شتا مليان عواصف، واحنا جوه المنظره متزنقره، ابن اخويا سد بابها بايد المنقره، كلنا مادين ايدينا بنتمنى الدفى، جسمنا كله تعب وشبعان مقرفه، والادهم من ده كله بلمضه الجاز نورها انطفى، ولسه جدي عمال يحكي لنا الحكاوي، كل ما يقول حاجه عمال يتلطيه بالادب، اصل بنت الكل وعمرنا مرينا فيه، ربنا يخليه لنا ولا يسئنا فيه ويعافيه. دخلت امي علينا جايبه لنا العشاء، شايله صحن المش وحجرها مليان لقم متدشدشه، حتى ربطة الجرير في ايدها مقفشه، رد اخويا اصغر مني ما يعرفش الفشش، قال يا رب مكتوب علينا لقم الذره، لما تتجرمز تبقى زي الصنفره، واما تتسقى تبقى زي المخمره. بص جده وقال هنا هنا قلت للانسان الحقيقه
هو ده هو ده عبد العزيز الحقيقه. هو دايما كل انتباه منطقه الشعور هي في الماضي دي، انا مش عارف يعني بتكلم عن انا بتكلم معاك اهو، وفي مداخلات على العاوز يتداخل ويتكلم. ده كان الحقيقه عبد الحميد زين، وانا فرحتي كانت كبيره قوي ان انا لقيت الفرصه دي ان انا اكتب عنه. عبر المرحوم عبد الحميد زين في هذه القصيدة عن شاعريته الكاملة والكاملة، عبر عن شاعريته التي فطر عليها منذ إصراره على الحياة، فنجده يستفيد ويوظف معظم المقومات الفنية لفن الشعر، وأهمها في هذه القصيدة لغة الدراما ولغة المسرح واستخدام تثنية الراوي العليم عشان يتدخل هو كشاعر وكراوي الحوار في الوقت المناسب بما تدري عليه ثقافة الحكومة. أما لغة المسرح والدراما فنجده قسم القصيدة التي مبنى إلى 3 مشاهد مسرحية، فيبدأ بتجهيز مسرح العرض أو مشهد ثم تبدأ لغة الحوار الدرامي بين أبطال العمل وهو واحد منهم، باعتباره الراوي أو الحاكي وهو المبدع في آن واحد. ليس هذا فحسب، إنما هو من منطلق معرفته ومعايشته لظروف عائلته، فكان يتدخل في الحوار من حين لآخر مبديا رأيه ومعنفا عليه على اعتبار أنه الراوي العليم الخالق والسرد، يعني هم عارفين الحاجات دي أكتر مني. الحقيقة عاوز أقول حاجة تانية لعبد الحميد زين. وكتب قصيدة الحقيقة أهداها للصالون في مرصفة، صالون مرصفة الثقافي اللي بشره استضافته في بيتي في مرصفة. كتب قصيدة وسماها اكتب وسطر يا جبرتي، يعني مستوحاة من ديوان روائح لزمان الطيبين، هو ديوان بالعامية المصرية لرفعت المرصفة. العقد لما بيقول فيها إيه؟ العقد لما بينفرد لازم واحد يضمه، كبر الولد اللي كانت جذوره في الغيطان وفروعه في كل المباني ضللت شيء من زمان، وهو حبة منك يا بلد، هو اللي لازم يضم العقد العلي 25 فص من حر العلي، صلة الرحم على كل صفحة مزيناه، ولا حد من كل الطيبين عن فكر ده. اكتب وسطر يا جبرتي عن الزمن القديم، اكتب وسطر عن زمان الطيبين، وعن الكلام اللي ما يعرفش سكوت، وعن الكلام اللي خارج الثبوت بيقول حاجات. فكرتنا والله بالزمن الجميل، فكرتنا بالزمن اللي فات، فكرتنا باليوم الصغير اللي اطول من الشتاء والبرد، فكرتني بالحاجة آمنة والحاجة كاملة وعنايات، فكرتني بالشيخ مراكبي والقرايب والخالات، فكرتني بعم الصليح، فكرتني بالشمع والكوز الصفيح، كل كلمة في الكتاب حاجة نافعة، ربنا يزيدك محبة ورزق ورحمة. كانت هذه إطلالة سريعة حول التمويل الخمسة الذي شرفت بالحدث عنها، وبالتأكيد الكتاب هيبقى أكثر متعة من الاستماع إليه. هي دراسات وافية وقوية، ولو في حد عنده الدواوين دي هيستشف أكثر لماذا المتعة الموجودة في هذه الدراسات وفي هذه الدواوين. بشكركم لحسن استماعكم، وأشكر القائمين على هذا الاتحاد، وربنا يوفقهم يا رب، ويظل هذا المكان منارة ثقافية مشرقة لكل محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.